سلام سلام، شراكم إن شاء الله تكونوا بخير يا رب العالمين وفي أحسن الأحوال. الوصفة تاع اليوم اللي هي وصفة تركية كرومب محشي من أروع ما يكون. ندوزو لطريقة التحضير. عندنا هنا حبة كرومب، ما تكون كبيرة ما تكون صغيرة، تكون موين. نخويوها من الداخل ولا نفرغوها، نحولها كامل الأوراق، نخلو غير القشرة الخارجية يعني شوية برك. من بعد أنا حكمت هذاك اللي كان الداخل الأوراق هادوك الصغار، قطعتهم بعد نسحقهم. نروحو لطريقة تحضير الحشو. عندنا شوية زبدة شوية زيت، نديرو حبة بصل نقطعوها رقيق. من بعد نجوزو لهنا لي زيبيس، عندنا ملح فلفل الكحل كمون كزبر فلفل احمر زنجبيل او كركم. نديرو مغرفة تاع طوماطيش مصبرة، ونضيفو كاس تاع الرز بعد ما نكونو غسلناه وخليناه ينشف شوية. نقلوه مليح في هذيك التتبيلة باش ياخد النكهة. نضيفو حبة طوماطيش مسكرفجة. من بعد نضيفو الأوراق تاع الكرومب لي نحيناهم من داخلها، نقطعوهم كيما راكو تشوفوا رقاق رقاق ونخلطو مليح الخليط. نضيفو كاس تاع الماء ونزيدو زوج سنات تاع الثوم مسكرفجين والرشة تاع المعدنوس، ونغلقو على الروز تاعنا يطيب. ما يطيبش كامل، يطيب نص طياب هكذا يكمل طيابو. من بعد كي نحطوه في الحبة تاع الكرومب. هنا الروز تاعنا طاب كيما قلت لكم نص طياب. شوفوا كيفاش جا مازالو مزربع. نديرو هنا شويه ملح في الكرومبه تاعنا باش ما تجيش صامته، ونعمروها بهذاك الروز. نزيروه مليح لداخل باش كي تجو تقطعوها تشد روحها. من بعد نديرو لها الغلق تاعها ونحطوها في طنجره صغيره قدها. نديرو لها كاس تاع الماء هكذا باش تطيب فيه، ونغلقوا عليها ونخلوها ابتي فو ولا على نار هادئه حتى تطيب لكم، يعني واحد نص ساعة هكذاك ما تغفلوش عليها. كان قعد لي شوية حشو طيبته بشوية ما، ودوكا ضفتوه في هاد الفراغ. من بعد نحكمو الحبة تاع الكرومب تاعنا غير بالعقل ونقلبوها في اون اسيات هكذا تكون قدها. شوفوا كيفاش طابت، جات هايلة ما نكذبش عليكم، جات بزاف بنينة وخفيفة كمقبلة. ننصحكم بها هكذا تكون عندكم عرضة ولا تكون عندكم مناسبة ولا ليكم في الأيام العادية تحبوا تاكلوا عندكم حبة كرومب ملقيتوش ديروا بها، ديروا هاد الوصفة جربوها سختو إلا كنتوا تحبوا الكرومب. باش نبدلوا شوية على الظلمة تاع الكرومب. في الأخير نقول لكم هذه هي الوصفة تاعنا، إن شاء الله تكون نالت رضاكم وإعجابكم. جربوها ودعوا لي دعاوي الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو قادم بإذن الله.